هاي، ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اشارككم حاجه انا لسه عاملاها النهارده ولسه مخلصاها، وهو ان انا شرحت الاسلام ليير 2. زي ما احنا عارفين هنا في المدارس في انجلترا بيشرحوا الاديان من اول يير 1، بيشرحوا كل الاديان، المسيحيه والاسلاميه والبوذيه كله. فالنهارده كان اول مره ياخدوا الاسلام، فطلبوا ان انا اساعدهم، وانا كمان استخدمت ده بصراحه تبع الكوليدج بتاعتي. المفروض اعمل اكتيفيتي بلان، اعمل خطه لاكتيفيتي، فقلت هستخدم ده في ده واستفيد انا كمان. وبصراحه طلبت اول حاجه الكوريكولوم بتاع المنهج، طلبت المنهج بتاع الدين. كان في شويه غلطات اتكلمنا فيها، وطلبت المدرسه ممكن توريني البلان بتاعتك للشرح الدرس. طبعا كان في برضو حاجات اتكلمنا فيها، زي ان هم كانوا حاطين صوره لسيدنا محمد، صوره للوحي، وقالت لي انا جايبه الصور دي من جوجل، فطلبت منها ان هي بصراحه تشيلها، وهي فعلا شالتها واتاسفت. قلت لها احنا مش بنستخدم صور خالص لا لربنا ولا الرسول وكده. فكان لطيف قوي، كانت تجربه حلوه. اول حاجه بدانا بيها وهو احترام الاديان وليه بندرس الاديان. طبعا المدرسه اتكلمت في الموضوع ده ونبهت الاطفال مش لازم كلنا نبقى مؤمنين بنفس الدين او عندنا نفس وجهه النظر، بس احنا لازم نحترم اراء الاخرين ونحترم اديان الاخرين، عشان دوت من قوانين البلد والقوانين، يعني فكرناهم بالقواعد وكده. بعدين بدأنا نتكلم ايه هو الاسلام، وايه هو الكتاب المقدس بتاع المسلمين، ومن هو اله بتاع المسلمين. طبعا كان انا عرضت عليها ان انا اساعدها، وبالفعل قدمت حاجات كتير، فانا عايزه اشارككم في الافكار دي عشان لو حد اتحط في نفس يعني طلب منه يعمل حاجه زي كده في مدارس اولاده ممكن يعمل ده. اول حاجه اتكلمنا ان الدين بتاع المسلمين هو اسمه الاسلام، واللي بيتبعوا الاسلام اسمهم مسلمين. تاني حاجه الكتاب المقدس بتاع المسلمين اسمه قرآن، ومكتوب باللغه العربيه، وفي منه نسخ باللغه التانية. طبعا انا راعيت ان في اطفال لازم نستخدم معاهم صور، والصور اللي هم المدرسه كانت بتتكلم معايا فيها ما كانش ينفع ان انا انشرها زي صور الرسول او كده، فاستخدمت اكتيفيتي ان احنا نتكلم على البيلرز اوف اسلام، وهي كده عليهم. طلبت منهم يوروني ايديهم. pillars of Islam is 5، هم 5 اللي هي أركان الإسلام، واتكلمنا الشهادة, what's the meaning of شهادة, الصلاة, how the Muslim pray, how it's very important for us as a pillar of Islam, الزكاة, حج البيت, الصدقة. واتكلمت في كل نقطة. طبعا الأسئلة كتير اللي جات لي، ليه بنزور المدينة، ليه بنزور الكعبة، وليه بنزور المكان ده، وليه الحج المفروض نعمله. طبعا كنت بجاوب على الأسئلة دي بطريقة بسيطة. قلت لهم لأن ده المكان اللي الرسول اتولد فيه، وفوق عرش الرحمن أو عرش ربنا، عرش الإله بتاعنا. إجابات بسيطة ليهم عشان ما ينفعش أقول إجابات معقدة أكبر من سنهم. الجزء التاني كان على القرآن. الكتاب المقدس للمسلمين هو القرآن، وفي شروط عشان تلمسه، ان هو لازم تتوضأ، او لازم تغسل ايدك، لازم تكون ايدك نظيفة، لازم يتحط في مكان عالي، ما ينفعش ندوس عليه، ما ينفعش يبقى على الارض. طبعا المدرسة زودت بقى شوية حاجات، بس انا ما اعترضتش، حسيت ان هي حاجة عادية. لازم يتلف في حرير، لازم يتلف في قماشة، ولازم تحافظوا عليه ان هو ما يبقاش مقطوع او يتعفر او حاجة. وبعض الناس بتستخدم ستاند للقرايه، فمش يعني عادي، ما حسيتش ان دي حاجه. بس انا ضفت قلت لها هو ممكن نلفه لو احنا مسافرين او حاجه، عشان مفيش حاجه تقع عليه، بس في الهوم بنسيبه عادي عشان نقرا منه كل يوم او كده. طبعا بقى الاسئله ليه احنا لازم نغسل ايدينا ونعمل وضوء قبل ما نمسك القران، فخليتهم هم يجاوبوا. قلت لهم تفتكروا ليه؟ قالوا عشان ما يتوسخش، عشان لازم نبقى ايدينا نظيفه واحنا ماسكينه. بالنسبه لهم ده كويس. طبعا الاسئله اللي بعدها كانت على الحجاب، فانا حضرت معايا بوكس كده وقلت هوريكم شويه حاجات ممكن تلاقوها في المسلم هاوسز، ممكن تلاقوها في بيوت المسلمين، وممكن تلاقوها في المسجد، وممكن تلاقوها في كل حاجه. كم واحد مسلم هنا، فالاطفال بدات ترفع ايديها، فقلت اوكي انتوا هتساعدوني. فالمدرسه قالت ايوه احنا كده يبقى عندنا خبراء نسالهم. طلعت لهم القران الاول، قلت لهم ده القران اتكتب من اليمين للشمال لان دي لغه عربيه، ولو اي حد مسلم مش عارف عربي ممكن يقراه في اللغه بتاعته. وريت لهم الفانوس، وده بنستخدمه في رمضان كاحتفال. وريت لهم العبايه، الامام بيلبس عبايه، والامام ده الشخص اللي الناس بتفولوهم في المسجد او في الموسك. وريت لهم الحجاب. بنات كتير طلبوا ان هم عايزين يلبسوه، بس للاسف انا لبسته بس البنات المسلمه، عشان مش عارفه، ما كنتش متاكده قوي هل الغير مسلمين عايزين اهاليهم ممكن يزعلوا من حاجه زي كده ولا لا. فاتفقت انا والمدرسه المسلمين بس اللي هم اللي هيقيسوه، بالفعل قاسوه، قعدنا نشوف وكده.
خلينا اوريكم الاكتيفيتي اللي عملتها عن الاسلام ليير 2. طبعت ال5 pillars of اسلام وطلبت من الاطفال تعمل ايديها 5 عشان هم 5. قلت لهم 5 pillars of اسلام دي حاجه مهمه قوي للمسلمين والمسلمين لازم يتبعوها. اول حاجه شهاده. Muslim believes there is no God except Allah and Muhammad is messenger of Allah. تاني حاجة prayer. Muslim pray 5 times per day. تالت حاجة fasting. اتكلمت على رمضان شوية. رابع حاجة ذكاء. خامس حاجة pilgrimage هي الحج. واتكلمت كمان ليه احنا بنزور مكة، وجالي أسئلة كتير قوي عن زيارة مكة وايه المكان الأسمر ده وليش معنى البلد دي احنا بنزورها. وكمان المدرسة ضافت ان هم بيطوفوا 7 مرات، فالأطفال سألوني ليه 7. خليني اقول لكم انا جاوبت على اسئله الاطفال وقلت ايه. اول حاجه لازم نراعي سنهم، لازم نراعي ان مش كلهم مسلمين ومش عارفين المعلومات دي. تالت حاجه لازم نقول اجابات بسيطه جدا. اول سؤال ليه شهاده؟ ليه انتوا بتعتقدوا ان هو اله واحد؟ الاجابه كانت عشان احنا مونوثيستك، احنا موحدين، المسلمين موحدين، الاله بتاعهم واحد، ما عندوش اب، ما عندوش ابن، ما عندوش زوجه، ودي الإجابة المناسبة للسن ده. طيب تاني سؤال كان انتوا ليه بتروحوا تزوروا مكة؟ قلت لها عشان ده المكان اللي اتولد فيه البروفيت وفيه a lot of stories happen there and we have to know it، وده مكان مقدس عند المسلمين. طب ليه 7؟ ليه بتطوفوا 7؟ اشمعنى رقم 7؟ قلت لها رقم 7 ده مهم قوي لينا. الآيات في سورة الفاتحة 7. بعض القصص بتقول ان ربنا خلق الكون في 7 أيام، السماوات 7، ف7 ده مهم بالنسبة لنا. تاني حاجة عملتها ان انا رحت المكتبة بتاعة المدرسة وسألت هل في قرآن مترجم او في كتب احاديث، فجمعت شوية كتب وعملت تيبل كده وحطيتها وقلت لهم ان القرآن ليه كذا نسخة بكذا لغة حسب لغتكم، بس القرآن هو فيرجن واحد بس، هو كوبي واحد من آلاف السنين، وهو معمول باللغة العربية. كلام ربنا اللي نزل على الرسول by the angel is قرآن، بس كلام الرسول ذات نفسه اسمه أحاديث أو حديث. فده الفرق ما بين الحديث والقرآن، لأن هم سألوني إيه الحديث؟ قلت لهم الحديث ده كلام الرسول، some instruction الرسول قالها لنا، بس الكلام بتاع الله هو اتكتب في كتاب اسمه قرآن. وده كان سؤال سمارت قوي، يعني حسيته سؤال ذكي بالنسبة لسنه. طبعا انبسطت بالتجربة جدا وحسيت ان هي حاجة مهمة، وخصوصا ده كان فصل ابني، فكنت فرحانة قوي ان انا بشارك في حاجة زي كده. هستفيد منها في الكوليدج، ودينيا انا استفدت منها وشفت اسئله الاطفال في السن ده، شفت اهتماماتهم ايه. في حاجه كمان عايزه اقولها، ان انا سالت كام طفل مسلم في الفصل، ولما جينا عرضنا الحروف العربيه، لان انا عرضت الحروف العربيه عشان اوضح لهم ان ده مكتوب بيه القران ودي اللغه العربيه، طلبت من الاطفال المسلمين لان هم بيدرسوا عربي كمان ان هم يقروا الحروف العربي، فكانوا مبهورين، ايه ده انتوا عارفين لغه تانية، عارفين حروف تانية، فكانت حاجه لطيفه قوي. فحسيت ان كان في انجيجمنت وشفت الامباكت على الاطفال كمان، شفت تاثير الدرس على الاطفال، وحاسه ان هي كانت تجربه حلوه قوي. وانا هوريكم يعني الافكار بتاعت البيلرز في الاسلام، عشان لو حد خد التجربه ديت انا ممكن اساعده بالفكره دي.